حادثة تهز مدينة القنيطرة قبل لحظات. تعرض 150 عامل وعاملة لحالة اختناق داخل مصنع للكابلاج بسبب تسرب غاز. وقد تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الزموري بالقنيطرة لتلقي الإسعافات اللازمة. شهدت المنطقة الصناعية بالقنيطرة صباح اليوم الاثنين حالة استنفار قصوى عقب حادث اختناق جماعي داخل وحدة صناعية متخصصة في صناعة الكابلاج، مما خلف موجة من الهلع والقلق وسط العاملات وأطر المصنع. ووفق المعطيات الأولية التي حصلنا عليها، فإن الحادث أسفر عن تعرض أكثر من 150 عامل وعاملة للاختناق، حيث جرى نقل معظمهم على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي الزموري لتلقي إسعافات ضرورية، بينما لا تزال فرق الوقاية المدنية والسلطات المحلية تتابع تطورات الوضع. ورجحت مصادر ميدانية أن يكون سبب الحادث ناتجا عن تسرب غازي داخل فضاء العمل، في وقت لم تصدر في إدارة المصنع أو السلطات المختصة أي توضيح رسمي حتى الآن. كما استنفر الحادث عائلات العاملات اللواتي توافدن بأعداد كبيرة إلى محيط المصنع والمستشفى وسط حالة من القلق والترقب، فيما أثارت الواقعة موجة استياء واسعة بين أهالي الضحايا ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وجهوا انتقادات حادة لإدارة الوحدة الصناعية متهمين إياه بعدم احترام شروط السلامة والصحة المهنية. وأكدت بعض المصادر أن المصنع المعني يشغل مئات العاملات في ظروف توصف بالقاسية، وهذا الشيء اللي كنعرفوه كاملين، مشيرة إلى افتقار فضاء العمل للمستلزمات الطبية والاحترازية، ما ساهم في تفاقم تداعيات الحادث. كما سارعت السلطات الإقليمية إلى إرسال تعزيزات أمنية من الوقاية المدنية والدرك الملكي ورجال السلطة المحلية لتأمين محيط المصنع وتقييم الوضع الصحي للضحايا. وقد أعادت هذه الواقعة النقاش إلى الواجهة بشأن مدى احترام وحدات الإنتاج في المنطقة الصناعية بالقنيطرة لمعايير الصحة والسلامة المهنية، وسط دعوات حقوقية ونقابية لفتح تحقيق شامل حول ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة الأجراء بالمصنع. خاص الدولة دير شي حل مع شركات الحراسة والكابلاج، راه العبودية ديال بصح وأجور جد 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 ضعيفة. كما نتمنى الشفاء العاجل للمتضررين، والسلام عليكم ورحمة الله.